أنا أقرأ الكلام الحلو. أنا لسه شايفة كورس الرضاعة الطبيعي ونجحت من أول مرة، ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة ويحفظ لك كل حاجة بحق ما بتنفع الناس. طب والله ده من أسعد الكومنتات وأسعد اللحظات عندي، ومع يعني بحب أسجلها والله. قولوا لي ليه؟ يعني أنت ليه مأفور في الموضوع ده؟ هل عشان يجي لك ناس في العيادة؟ والله العظيم أبدا. أنا أقول لكم على حاجة. أنا كان نفسي من زمان إن أنا أعمل صدقة جارية. طيب، ونفسي الناس تنتفع بالعلم. انا دكتور اطفال، هنفع الناس ازاي؟ هنفعهم بفيديوهات. طيب ايه الحاجة، اكتر حاجة بتفرق مع الطفل؟ اسأل كده اي دكتور اطفال، ايه الحاجة الواحدة لو ضمنتها تفرق معاه طول عمره؟ هيقول لك الرضاعة الطبيعية. طيب فانا نويت ان اعمل سلسلة عن الرضاعة، واوعي الناس عن الرضاعة الطبيعية، والناس تشوف الفيديوهات دي وترضع طبيعي. هل انا عامل كده عشان هم يقولوا عيادة؟ والله ابدا. ادي واحدة والله ما اعرفها شافت الكورس، وهي وغيرها كتير، ورضعت طبيعي. واسال الله ان كل ما تكون هي بترضع يجي لنا ايه؟ يبقى في ميزان حسناتي، يبقى انا كده نايم على السرير واسال الله القبول، ان ربنا يتقبل مني ويبقى في ميزان حسناتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خير الناس ايه؟ انفعهم للناس. وواحد لما بيدل لحد على حاجه كويسه تفضل دايما في ميزان حسناته. يعني اول واحد لو حد كان سبب ان حد يصلي، كل صلاه بيصليها لحد ده بتبقى في ميزان حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور ايه من تبعه. وايه، مش عايز اطول عليكم، جزاكم الله خير، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. وانا اللي شكرا الله على الاحساس اللي انتوا بتوصلوا لي دوت، وربنا يتقبل مني ومنكم ان شاء الله.